السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل شامبو سجاد، او تغسلي بيه الستاير، وكمان ينفع تغسلي بيه البطاطين، ينفع تحطي منه جزء على مسحوقك في الغسالة، هيخلي لك الغسيل ينور ان شاء الله. هنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا حطينا نص لتر مية وحطينا معاه معلقتين نشا بس، وبنقلب كويس. هنحط بقى معاهم معلقتين من الصودا الكاوية أو الصودا أو البوتاص أو حجر تسليك المجاري. هندوب المعلقتين بتوع البوتاص كويس جدا في المية، لازم تدوبوه حلو خالص في المية. وعشان تعرفي البوتاص بتاعك حلو ولا لا، هتلاقي الكوبايه اللي انت عامله فيها هتلاقي سخنه قوي. بصوا، اول ما حطينا البوتاص على النشا عمل ايه اهو. ده التكسبون اللي بنعملوه، ده التكسبون البيشي اللي بنعملوه او بديل التكسبون. حاجه كده ماده رغويه وبتنضف جدا وحاجه حلوه خالص يعني. وكل ما بتزيد النشا كل ما القوام بيغلظ اكتر. هنا هنحط عليهم كوبايه من اي حاجه بقى، برسيل جل، صابون سائل عادي، اي حاجه. طبعا البرسيل الجل محطوط له كل المواد الحافظه اللي فيه وكل الحاجات اللي فيه، فمخلينه فعاليه جامده. فانا ما زودتش حاجه يعني، هو انا عملته كده وخلاص، بس بصراحه طلع في الغسيل تحفه. هنحط عليه كوبايه كلوريكس الوان او كلور الوان، وهتقلبي كويس. لو وصلتي بقى معايا لغايه كده اهوت، يا ريت ما تنسيش تحطي لي لايك وشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اشتركي في القناه وفعلي الجرس. دي العجينه السحريه اللي عملناها مع بعضينا، هحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وهناخد الكوبايه دي ندوبها برضو في الخليط اللي انا عاملاه. تقلبي كويس لغايه لما يبقى امتزج كويس مع باقي الخليط. ده زي ما قلت لك، حطي نص كميه المسحوق اللي انت بتحطيه عاده في الغساله، حطي نص الكميه بتاعته، وخدي كوبايه من الخليط ده وحطيه على الغسيل، يخلي لك الغسيل كده يزهزه من النظافه. والالوان ثابته وحلوه، ومع الغسيل الابيض يخليهولك فله وجميل. وكل حاجه بقى، اغسلي بيه الستاير، اغسلي بيه السجاد، اغسلي بيه الحمام يعني. حطي منه شويه على صابون معين بس عشان ايديكي، عشان البطاس يعني. كل حاجه تمام مية مية. هنا دي تجربه عشان خاطر عفوا، عشان خاطر اوريكي الرغوه بتاعته بس عامله ازاي. بس الرغوه بتاعته عامله ازاي، ده كده بايديكي ومحطتش يعني ليفه ولا حاجه يعني. بصي بايديا الرغاوي عامله ازاي، حاجه جميله خالص. هجربهولك كمان بالليفه بالسبونشه. بصي ناشفه وفاضيه ومفيهاش اي حاجه. بصي الرغاوي عامله ازاي. كده فيديونا خلص. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.